وبيبدأ فيلمنا مع باشا وهو بيجري ورا واحد خاطف بنت، وأول لما بيطلع لسطح المبنى بيلاقيهم اختفوا، ولقى نفسه واقف في مكان عالي جدا. وأول لما الشمس بتطلع بص لإيده لقاها متعورة فنط من فوق سطح المبنى، وبيصحى بعدها من النوم. فبيقوم يبص مرة تانية على نفسه ووالدته، وبتدخل هنا تسأله هو انت حلمت نفس الحلم بتاع كل مرة؟ فبيعرفها ان هو ايوه. وبعد كده بنشوف باشا شغال ساعي بريد وبيوصل الجوابات لحد البيت، وهو في المترو بيلاقي اعلان لأغنية جديدة للمغنية دانا، فخد الإعلان ومشي. وبعدها بيروح فندق يوصل جوابات، وبيسمع في التلفزيون إن المغنية دانا مختفية ومحدش يعرف مكانها، وبيجي جنب واحدة مخبية وشها ولابسة جاكيت وهي بتحجز أوضة في الفندق. فبص على إيديها نفس اللقة اللي في إيده ونفس الأسورة اللي كانت البنت اللي في الحلم لابساها، ولقى نفس العلامة اللي شافها في الحلم على ظهرها. فبيبص في ورقة الإعلان بتاع المغنية دانا لقى نفس العلامة برضه، فاستنتج إن دي هي المغنية دانا. فراح لموظف الفندق واداله فلوس عشان يعرف رقم أوضتها، وقال له إن دي المغنية دانا وهطلع أتصور معاها مش أكتر. فموظف الفندق بيديله رقم الأوضة فعلا، وبيلاقي إعلان اللي يعرف مكان دانا ليه مكافأة كبيرة، وبيتصل على الرقم ده وعرفهم مكان دانا. وفي الوقت ده بنروح نتعرف على مجموعة أشخاص شكلهم غريب، وبنعرف إن دول مصاصين دماء ومعروفون باسم جيلان. وهم بيصحوا أمير الظلام دراكو من الموت، وبيكون باشا وصل لأوضة دانا وبيخبط عليها عشان تفتح له، فبتخاف جدا وبتمسك خنجر في إيديها ومش عايزة تفتح الباب لباشا. فبيقول لها إن هو شافها في الحلم وجاي عشان يساعدها، فدانا بتفتح الباب ليه. وفي الوقت نفسه بنشوف ستيفانا مصاصة الدماء بتكون في البلكونة بتحاول تدخل أوضة دانا، وبيوصل يانكل ومايكل للفندق وبيدوا للموظف فلوس، وبنعرف إن هما اللي عاملين الإعلان عشان يعرفوا مكان دانا. وبيوصلوا عند الأوضة ومايكل بيضرب باشا فأغمى عليه، ودانا هنا قفلت الباب بسرعة، لكن مايكل كسر الباب وستيفن هنا دخلت الأوضة وحصروا دانا، فبتدافع عن نفسها وبتعور يانكل، لكنه بيمسكها وبيضربها. وفي الوقت ده ستيفن بتشوف ناس داخله الفندق وجايين يقبضوا عليهم، فخدوا دانا وبيحاولوا يهربوا بيها، لكنها بتهرب وبتبدا تضرب ستيفن، لكن مايكل هنا بيمسكها وبيفضل يخنق فيها. فباشا بيكون فاق وزق العربيه على مايكل وقعه على الارض، وخد دانا وجري ووصل لسطح الفندق وقفل الباب بعدها. وفي الوقت ده وصل واحد اسمه إيجور، وبنعرف إن هو مسؤول عن الأشخاص المتحولين وحماية المدينة منهم، وجاي يقبض عليهم ومعاه مجموعة من الحراس. فينكل بعت مايكل يجري ورا دينا ويلحقها قبل ما تهرب، وإيجور ضرب النار على ينكل وستيفنا، ومايكل بيكسر الباب وبيزق باشا على الترابيزة وبيهجم عليه عشان يقتله. فباشا قلب الترابيزة ووقعت على رجلها، فبتحول للتراب هنا وماتت. وطبعا بيكون مستغرب من اللي حصل، ودانا مستغربة من قوة باشا وان هو يقدر يقتل مصاص دماء، وقالت له انت محارب بتاعي. وبنعرف ان دانا هي كمان مصاصة دماء، وبتطلب منه ان هو يهرب معاه لكنه رفض. فقالت لو عايز تحميني هتعرف مكاني وهتوصل ليا، وسابته ونطت من فوق المبنى واختفت. وفي الوقت نفسه ستيفن ويانكل بيسمعوا صوت مايكل وهو بيموت، فبيهجموا على ايجور وحرسه وبيضربوهم وبيهربوا منهم، وبيوصلوا مكان باشا وبيلاقي مايكل مقتول، فبيتعصبوا عليه وبيهجموا بعدها على طول. لكن بيكون وصل إيجور وحراسه وبيضربوا عليهم النار، فبيهربوا بسرعة قبل ما يمسكوهم، وبيلاقوا مايكل مات. فبيستغرب من قوة باشا وإزاي هو قدر يقتل مصاص دماء، وبياخده وبينزل لتحت. وإيجور وفريقه بيحققوا في اللي حصل، وبيعرفوا إن في واحد شاف كل اللي حصل، فرشوه ببخاخ أغمى عليه. وإيجور قال لباشا إن هم مش بشر وخلع عينه، وخوفه هنا بيرش عليه بخاخ هو كمان فأغمى عليه. وبعد كده باشا بيصحى من النوم بيلاقي نفسه في البيت ومستغرب هو جه البيت إزاي، وبيسأل والدته فقالت له إن هي لقته قدام الباب نايم فدخلته على طول. وبياخد بعضه وبيروح الفندق وبيلاقي كل حاجة رجعت لطبيعتها، وحتى بيشوف الراجل الهندي اللي شاف الحادثة مش فاكر أي حاجة. فبيدخل الأوضة بتاعت دانا وبيلاقي الأسورة بتاعتها، فبياخدها وبينزل. وهنا بيقابلوا إيجور وبياخدوا العربية ومشيوا، وبيحققوا معاه وبيقولوا إن هو المسؤول عن المتحولين من البشر وبيمنعهم يأذوا البشر. لكن باشا مش مصدقه، فخد باشا وراه المختبر اللي بيسيطر بيه على المتحولين، وبيديله الكتاب عن المتحولين عشان يقرا شوية، وقال له إن هم اتفقوا مع البشر يسيبوا المتحولين عايشين تحت الأرض بشرط إن هم ما يتعرضوش للبشر مهما حصل. واداله ملف دانا وقال له ان هي مصاصة دماء متحولة، وقال له دي كمان بتكون اميرة عالم المتحولين، وولدها بيكون الملك لكنه مات، فعشان كده مصاصين الدماء بيجروا وراها، وده عشان يسيطروا على الحكم. وبيعرفوا لما قتل مايكل ان هو من سلالة المتحولين، واكيد ان في حد من اجدادك كان متحول، وطلب منه يساعده ان هو ينقذ العالم من المتحولين ويرجعهم يعيشوا تاني تحت الارض. لكن باشا بيستغرب من كلامه وسابه ومشي. بعد كده بيقعد يقرا في كتاب المتحولين ده، وبيشوف ملف دانا وبيفتكر ان هي قالت له منتظراك وده عشان تحميني، فقرر ان هو يرجع ويساعدها.
وبيقابل إيجور وبيعرفه إن هو موافق يساعده، فبيعلمه إيجور على أسلحتهم وبيدربه وبياخده عشان يدوروا على أي حاجة تساعدهم، وليه هو واحد من المتحولين وعايش في وسط البشر وبيكون شغال مخبر وبينقل المعلومات عن المتحولين ليهم، فبيمسكه وبيربطه في مرجحة وبيفضل يدوخ فيه ولحد لما قال له إن هو ينكل بيخطط يهجم البشر ويسيطر على حكم المتحولين، وده طبعا هيتم من خلال دانا لما يخلط دمه بدمها، وقال له ان يونكل استخدم امير الظلام داركو لصالحها، وده عشان يخلي العالم كله ليل ويقدر يخرج ويعيش على كوكب الارض. وبيستغرب هو ازاي داركو عايش وعرف ان هو ما ماتش لما عمل معاهده مع البشر وفضل مستخبي لحد لما يونكو جابه عشان يسيطر على الكوكب. وبنشوف يونكل واخته بتطلب منه ما يهجمش على البشر ويقتلهم، وان هم يفضلوا عايشين مع البشر على كوكب الارض من غير ما حد يأذي التاني، لكنه بيرفض وبيعرفها ان هو مش هيفضل مستخبي تحت الارض وان احنا لازم نطلع نعيش على كوكب ده. وبنرجع تاني لايجور وبياخد باشا وبيروح يقابله واحد اسمه فاتي وبيديهم معلومات عن دانا، بيعرفهم المكان اللي ممكن يلاقوها فيه. فخد باشا وراحوا لواحده متحوله لشكل تعبان واسمها لي وسالها على مكان دانا، فقالت له انا معرفش اي حاجه عن مكانها. فباشا قال لها ان احنا بندور عليها عشان نحميها. فايجور اتعصب على باشا ان هو بيتكلم وسابه ومشي، واللي هنا بتحس ان هو بيدور على باشا فعلا عشان يحميها لحد لما سحرت باشا وورته مكان دانا اللي مستخبيه فيه وورته ينكل وبيتخيل ان هو بيضرب فيه. ولما بيفوق من السحر بتاع ليه بتقول له ان ده مكان دانا وطلبت منه يحميها، فرجع لايجور ووصف له المكان اللي شافه. فايجور هنا بيكون عرف المكان وعرف مجموعه من الحراس، فبياخدهم مع فاتي وبينزلوا تحت نفق تحت الارض بقطر، وفضل ماشي ورا المكان اللي ليه ورته له لحد لما وصل لدانا. وهنا بتفرح جدا لما بتشوفه، لكن اتفاجئت ان هو مع ايجور والحراس واتعصبت جدا وهجمت على الحراس وضربتهم. فحاول يهديها لكن هجمت عليه هو كمان وخنقته وكانت هتموته، لكن بيصعب عليها وما بترضاش تعمل كده، وخدوها وحبسوها في قفص في القطر. وهم خارجين من النفق هجم عليهم مصاصين الدماء وبيضربوا في الحراس، فباشا بيزود سرعة القطر عشان يطلعوا من النفق بسرعة، ومصاصين الدماء لسه بيهجموا على الحراس وايجور بيضرب عليهم النار بسرعة. لكن مع الوقت عددهم بيكتر جدا، وبتيجي ستيفن وينكل في واحده من الحراس اللي ايجور اسمه كيرل وهجم على ستيفن وبيحاول يموتها، لكنها بتضربه فطلع الكلبش وربطها بالعمود الحديد. وايجور جاب الرشاش وفضل يضرب عليهم النار اكتر من مره وقتل كل مصاصين الدماء اللي في القطر، ولكن واحد منهم بيهجم على باشا وكان هيرميه من القطر، فايجور ضرب النار وموته. وهنا الرشاش بيكون فدي من ايجور هو كمان، فينكل بيهجم على ايجور ولقى القطر هيطلع من النفق ولو طلع هيتحرقوا كلهم، فجري يفك ستيفنا لكن مش ملحقش يعمل كده وسابها ونط من القطر. وباشا جري على دانا وخبى جسمها عشان ما تتحرقش هي كمان، وستيفنا اتحرقت لوحدها اول لما بتشوف النور على طول. وبعد كده ايجور بيقرر يهجم على مصاصين الدماء ويقتلهم، ويأمر باشا ان هو يفضل في المركز يحمي دانا. وباشا فضل في المركز عشان يحميها فعلا واداها الاسوره بتاعته اللي ضاعت منها، وبتكون فرحانه جدا ان هو رجع لها وقالت له ان هي شافته في الحلم ان هو بيحميها وكمان المحارب بتاعها، واعترفت بحبه ليه. وبعدها واحد من حراس ايجور بيكلم باشا وبتقول له ان يانكل هجم عليها في محطة المترو وطلبت منه ما يوقفش المترو في المحطات. فباشا ظهر قدامه على الخريطة انه يانكل جاي ناحية المركز السري بتاعهم وهيهجم عليهم مش في المحطات اصلا، وكلم ايجور عشان يقول له ان يانكل عرف مكانهم السري وهيهجم عليهم. لكن ايجور ما بيردش عليه، فخرج دانا من الزنزانه وخدها وقعدوا يجروا علشان يهربوا، لكن مصاصين الدماء حصروهم في النفق. وينكل ضرب باشا واغمى عليه، وبعد كده باشا بيفوق عشان يلاقي نفسه في المركز، وايجور بيزعق له بسبب ان هو خرج دانا من الزنزانه واتهمه كده بالخيانه، وقال له ان ينكل خد دانا وهرب وطلب منه يمشي وما يرجعش يشتغل معاهم مره تانيه. فبعدها ايجور بيراجع كاميرات المراقبة وبيشوف ينكل وهو بياخد دانا وبيمشي، لكن شاف خنزير ماشي في النفق، فعرف مين اللي عرف ينكل بمكان المركز بتاعهم. وفي الوقت ده ينكل بيروح يقابل فاتي، وبنعرف ان فاتي هو الخنزير اللي كان في النفق وهو اللي وصل ينكل للمركز بتاع ايجور، وده عشان كل الفلوس. فبيروح باشا يقف في مفترق طرق وبيفضل ينده على ليه عشان تظهر له، ولما ظهرت له وحكى كلها اللي حصل معاه وقال لها ان ايجور طرده وان ينكل خطف دانا، لكن قرر ان هي تساعده وسحرته وودته على المكان اللي دانا مخطوفه فيه وبيكون فوق سطح الفندق. وفي الوقت ده فاتي بيلحق ايجور قبل ما يهرب، وبيقابل فاتي وبيعرفه ان هو اكتشف خيانته ليه وان هو اللي بلغ ينقل بمكان المركز وخلاه خطف دانا. ففاتي لما لقى الحراس محاوطينه رمى شنطة الفلوس وتحول لخنزير عشان يهرب، فالحراس بتجري وراه خبطوه بالعربية، فبيتزحلق بيهم على الارض ووقفوا العربية قدامه وعلقوه في الشبكة.
ففاتي قال لهم إن يانكل هيسيطر على كوكب الأرض وهيرجع يعيش عليه تاني بمساعدة أمير الظلام داركو، وقال لهم إن هو هيحجب ضوء الشمس ويخلي الكوكب مظلم معظم الوقت عشان يعيشوا عليه. فإيجور كلم كيرلو بيطلب منه يحرس مصاصين الدماء اللي عنده، وده عشان يانكل ما يهجمش عليهم ويخرجهم من السجن. وفي الوقت ده باشا بيروح يقابل كيرلو وبيطلب منه أسلحة عشان يساعدهم في التخلص من يانكل. فإيركل هنا بيوافق واداله الأسلحة كلها وخدها، وبيتحرك على الفندق اللي مخطوف فيه دانا وبيهجم على واحد من المصاصين وبيحاول يقتله، لكن مصاص الدماء ضربته وهيعض من رقبته. فباشا طلع توم وحط له هنا في بقه وضرب مصاص الدماء بالنار حوله لتراب، ويانكل بيسمع صوت ضرب النار وخد دانا وهرب. وباشا هجم على مصاصين الدماء اللي في الأوضة وفضل يضرب عليهم النار لحد لما واحد منهم هجم عليه وضربه في تلاجة الدم، وباشا هجم عليه وموته وجري ورا يانكل وبيلحقه قبل ما يعض دانا ويشرب من دمها. ولو حصل كده هيكون هو ملك المتحولين وبيضرب عليه النار، لكن يانكل بيمسك الرصاصة بإيده وبيكون خلص الرصاص منه، فجاب حديدة وهجم بيها على يانكل، لكنه مسك الحديد وضربها بيه ومسك دانا عشان يعضها. فبيقرر ان هو يجيب سلم حديد وبيحاول يزقه يرميه من فوق المبنى، لكن ضرب باشا لحد لما رماه هو من فوق المبنى. وباشا بيكون حظه حلو وبيتشعلق في السلم وطلع له تاني ولقى يانكل واقف ومدي لظهره. فهنا بيقرر ان هو يرجع عليه ويزقه ورماه من فوق المبنى، ووقع معاه وطلع السكينة وقتله عشان يتحول لتراب، ووقع فوق العربية من الارتفاع العالي جدا. وبعد كده باشا بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى، وهنا قعد مع والدته وكيرل وبيستغرب هو عايش ازاي بعد اللي حصل، ووقع كمان من مبنى عالي. فإيجور هنا دخل عليه وبيحكي اللي حصل وقال له لما انت وقعت من فوق المبنى وكنت هتموت، ده انا لحقتك وعضتك قبل كسوف الشمس، وده قبل ما يروح وخلطت دمها بيك، وهنا تكون حولتك لمصاص دماء وده عشان تعيش معاها. فقال له انت كده بقيت حاكم وملك المتحولين على كوكب الأرض. وبكده باشا هيكون أنقذ كوكب الأرض من مصاصين الدماء والمتحولين، لكنه أصبح مصاص دماء هو كمان زيهم وبيبقى الملك بتاعهم كمان. وبيخلص فيلمنا لحد كده.